يا ترى هل السوشيال ميديا مضرة فعلًا والّا الناس دي مكبّرة الموضوع زيادة عن اللزوم؟ أنا بقى يا سيدي حصل لي موقف غريب جدًا النهارده، بعد ما لخّصت الكتاب بتاع النهارده اكتشفت إن أنا روّحت ونسيت التلخيص أصلًا. تخيّل تبقى بتلخّص كتاب عن التشتت وقلة التركيز وبعدين تضيّع التلخيص ده أصلًا. وقبل ما تتريق عليَّ أحب أقول لك إن دي مش مشكلتي لوحدي، دي مشكلة جيل كامل بيعاني من قلة التركيز وتشتت الانتباه. حضارة كاملة سمّاها الكاتب حضارة السمكة الحمراء. يا ترى ليه الكاتب سمّاها كده؟ ويا ترى هل إحنا فعلًا متراقبين زي ما الكاتب قال؟ وهل فعلًا إحنا بقينا مدمنين للشاشات؟ وإيه أثر الإدمان ده علينا؟ هنجاوب على كل الأسئلة دي في الفيديو بتاع النهارده، اللي فيها شرح كتاب حضارة السمكة الحمراء، اللي كتبه واحد اسمه برونو باتينو، وهو صحفي فرنسي. أهلًا بيكم في قناة تحوت، القناة اللي اتعملت عشان نعمل فيديوهات هتشرح الكتب بشكل بسيط جدًا عشان تغيّر من نفسك أنت واللي حواليك. سنة 2015 جوجل عملت تجربة سميتها focus experiment أو تجربة التركيز. اكتشفت إيه بقى يا سيدي؟ اكتشفت إن العقل البشري أقصى مدة يقدر يفضل مركّز فيها هي 9 ثواني، يعني العقل البشري بيتشتت في الدقيقة الواحدة أكتر من 6 مرات، أنت متخيل؟ بعدها الكاتب قارن المدة دي بالمعلومة اللي بتقول إن مدة تركيز السمكة 8 ثواني، بغض النظر عن هل المعلومة دي صح أو لأ، الكاتب هنا كان غرضه إن هو يعرفك قد إيه الرقم ده قليل جدا، وقد إيه حصل ضعف في العقل البشري أو في قدرات العقل البشري، وده كان السبب اللي خلى الكاتب يسمي الكتاب ده كله حضارة السمكة الحمراء، عشان يقارنها بمدة تركيز السمكة. ده بالنسبة لسبب تسمية الكتاب بالاسم ده. يا ترى بقى هل فعلا إحنا مدمنين؟ شركة جوجل بنفسها بتقول لك إن هي بتجمع بيانات من المستخدمين بتوعها، وده مش كلام، ده في سياسات الخصوصية بتاعة جوجل نفسها. طب يا ترى هي بتجمع البيانات دي ليه؟ بتجمع البيانات دي عشان تبيعها للي هيدفع الثمن. جوجل هتستفاد إيه من المعلومة اللي قالتها دي؟ هل غرضها إن هي تعرفك أو تحذرك من استخدام السوشيال ميديا؟ بالعكس، طب جوجل هتستخدم المعلومة دي عشان حاجتين، أول حاجة إن هي تخليك تفضل قاعد تستخدم تطبيقاتها لأطول فترة ممكنة، وتاني حاجة إن هي تبيع المعلومات دي. طب إزاي جوجل هتسيطر علينا لأطول فترة ممكنة؟ في جامعة هارفارد سنة 1931 كان في عالم اسمه سكانر. العالم ده عمل تجربة على أحد الفئران، جاب فار وحطه في صندوق إزاز، وحط في الصندوق ده زرار، كل ما الفار يدوس على الزرار بينزل له أكل. فالفار فهم العلاقة بين السبب والنتيجة، إن كل ما يدوس على الزرار ده هينزل له أكل. فالفار كان بكل بساطة لما يجوع يضغط على الزرار، من كل فترة والتانية بيضغط على الزرار بينزل له أكل. العالم ده أعاد التجربة تاني، بس خلى الفار كل ما يدوس على الزرار مره ينزل له اكل كتير، ومره ما ينزلوش اكل خالص، مره ينزل له كميه كبيره ومره ينزل له كميه قليله. فالفار بدل ما كان بيضغط على الزرار لما يجوع، بقى بالنسبه له الزرار ده ادمان، بقى طول الوقت بيضغط على الزرار ده بدافع الفضول، عايز يعرف هل هينزل اكل او مش هينزل اكل، فتحولت العاده لادمان. شايف نفس الاليه دي تستخدمها فيسبوك ازاي؟ انت لو النهارده فتحت الصفحه بتاعتك، اول منشور هتقابله حاجه انت مهتم بيها قوي، يعني مثلا لو انت رياضي اول منشور هتقابله حاجه ليها علاقه بالرياضه، لو انت بتحب الاكل اول منشور هتلاقي حاجه ليها علاقه بالاكل، لكن تاني منشور وتالت منشور هتلاقي حاجه انت مش مهتم بيها، بعد كده هتلاقي منشورات انت مهتم بيها. ففي تنوع بين المنشورات اللي انت مهتم بيها ومنشورات انت مش مهتم بيها. فبالظبط زي ما الفار كان بيعمل، كان بيلاقي كميه كبيره من الاكل وكميه قليله بعد كده، كميه كبيره وبعد كده كميه قليله. فبنفس الاليه دي لما تلاقي منشور بيعجبك ومنشور تاني مش عاجبك، مش بتقفل التطبيق، بالعكس انت بتفضل تدور على منشورات تانيه اللي هتعجبك. كده فيسبوك حققت رغبتها ان هي تخليك اطول فتره ممكنه بتستخدم البرنامج بتاعها. طيب كده جاوبنا على السؤال بتاع ازاي خلتنا مدمنين. هل بقى في ضرر على الادمان ده اصلا؟ يعني سامع حد بيقول لي يا عم عمر انا مدمن اهو، ايه المشكله يعني؟ اقول لك ان الكاتب هنا قال لك ان في 4 مشاكل او 4 متلازمات نتيجه ادمان السوشيال ميديا او برامج التواصل الاجتماعي بالذات. اول متلازمه وهي متلازمه القلق، فيها الشخص بيبقى دايما قلقان من المحتوى اللي هينزله، خايف الصوره دي ما تعجبش الناس، وخايف الصوره دي ما تجيبش لايكات كتير. تاني متلازمه وهي متلازمه خصام الشخصيه، وفيها الشخص بيكون عنده كذا اكونت بكذا شخصيه، يعني زي امير الظلام او سلمى احمد مثلا، دايما بيبقى الشخص عنده كذا شخصيه او كذا اكونت بيستخدمه، فنتيجه الشخصيات الكتير اللي بينتحلها الشخص ده كل يوم، لما بيرجع لحياته الطبيعيه بينسى اصلا شخصيته الاساسيه، فده بيعمل له اكتئاب. تالت متلازمه وهي متلازمه النسيان، وفيها الشخص بيكون دايما بينزل صور كتير بغرض ان محدش ينساه، وفيها الشخص بيكون بيستمد قيمته من اللايكات اللي بتجيله. رابع متلازمه وهي متلازمه التعلق المشهور، وفيها الشخص بيكون بيدور على اثر شخص تاني. يعني ايه؟ يعني بيخش على اكونتات ناس كتير وبيدور دايما في صورهم القديمه او بوستاتهم القديمه، او حتى يدور على اصحابهم او اكونتات اصحابهم ويدور فيها. مش لازم يكون مشهور، ممكن يكون شخص عادي جدا، لما بيلاقي صور لشخص تاني بتفرز عنده دوبامين وبيكون راضي، لكن بعدها بيخش في موجة من الاكتئاب وعدم الرضا، لانه دايما شايف حياه الناس التانيه ناجحه ومبسوط. فلما بيشوف حياه الناس التانيه وبيلاقي ان قد ايه حياتهم سهله وفي حاجات كتير حلوه، بيقارنها بحياته الشخصيه وبيحس ان هو قليل قوي، فده بيدخله في
فممكن من الاكتئاب. كده جاوبنا على السؤال بتاع ازاي بقينا مدمنين وايه اثر الادمان ده علينا. المفروض بقى ان احنا نعمل ايه؟ طبعا في النهايه ما حدش يقدر يمنعك من استخدام الانترنت، انا شخصيا بكلمك دلوقتي من خلاله، لكن على الاقل لازم نعمل زي الناس اللي مؤسسين الحاجات دي. يعني عندك مثلا مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك بيمنع نفسه واولاده من ان هم يستخدموا البرامج دي لوقت طويل. ستيف جوبز مخترع الايباد بيقول لك ان هو ما بيدخلش ولاده اصلا اي مدارس فيها اي حاجه الكترونيه. انت متخيل؟ يعني الناس اللي مؤسسين الحاجات دي اصلا بيمنعوا نفسهم منها او بيقللوا جدا المده اللي بيقضوها عليها. فطبعا ما حدش فينا يقدر يقول لك ابعد تماما او انعزل تماما عن الحاجات دي، لكن الكاتب بيقول لك ان لازم يبقى في توازن. التوازن ده يتحقق عن طريق ان انت تخلي في وقت تقضيه في حاجات زي القراءه او الرياضه او اي حاجه. سامع واحد بيقول لي يا عم عمر هي جت عليا، يعني الناس كلها كده. كان في واحد مشهور اسمه ادم سميث. ادم سميث كان بيقول ان كل انسان في سعيه المستمر لتحقيق اهدافه الخاصه فانه مسوق دون ان يدري لتحقيق اهداف المجتمع. يعني كل واحد فينا بيفكر في هدفه الشخصي وبيفكر في نفسه وعايز يحقق اهدافه هو، فهو من غير ما ياخد باله بيحقق اهدافنا كلنا وبيطور من المجتمع بتاعه. فلازم كل واحد فينا يدور على اهدافه الشخصيه ويمشي وراها، لان النتيجه لكده كلنا هنتغير. فالخلاصه من كل الكلام ده ان احنا لازم نبدا من نفسنا ونحاول نغير من نفسنا عشان نغير من كل اللي حوالينا. بدل ما تخلي ابنك او اخوك الصغير يبقى عنده ادمان للسوشيال ميديا ويدمان لمحتوى تافه اصلا او محتوى مبني على التفاهات او الجيمنج او ايا كان، فرجع على فيديو زي ده مثلا، او خليه يحاول يقرا بنفسه عشان فعلا يطلع جيل يغير من المجتمع كله.